وهناك مع الأسف كانت بعض المشادات وممارسات غير يعني إنسانية، ولا شفناها على الشارع الكويتي من قبل ولا مسبوقة على الشارع الكويتي. هذا التأزيم يؤدي إلى زعزعة الأمن الكويتي، ويؤدي إلى إسقاط الحكومة، ويؤدي إلى تشنجات كبيرة يعني في المجتمع الكويتي. ولكن إن شاء الله الشارع الكويتي لهم بالمرصاد، لأن الحقيقة الشارع الكويتي هو متفهم وعندهم عقلانية، وهم وراء صاحب السفينة وقائد السفينة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وهو قائد مسيرة الكويت، ونحن أبناء الكويت وراء قائدنا الفاضل الشيخ صباح الأحمد. ونتمنى على الجميع عدم مقاطعة الانتخابات، لأن هذا عرس ديمقراطي، وواجب على كل إنسان وطني كويتي شريف على هذا البلد أن يمارس حقوقه الشرعية في الانتخابات. وطبعا أنا راح أتصدى لكل إنسان إن شاء الله حدر قبة البرلمان أن يخالف القانون أو يخالف التشريع أو يأزم مرة ثانية. أقسم بالله العظيم لا أراوي النبي عربي حدر قبة البرلمان، لأن الكويت للكويتيين، الكويت للكويتيين، والكويت ليس من الآن للكويتيين، بنوها أجدادنا وآبائنا وقرسوا هذه النخلة. لابد أن هناك يكون اعتدال، ويكون هناك منطق إيجابي بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وهناك يكون عمل جاد لمصلحة الشعب الكويتي وتحريك العجلة الاقتصادية الكويتية، وهناك يكون عمل لاستقطاب الشعب الكويتي والشباب الكويتي للعمل الجاد في الوظائف الحكومية والوظائف الخاصة. ولا بد من الحكومة أن تعمل مصانع ويستفيد منها الشعب الكويتي، ويكون دخل إحادي ثاني للشعب الكويتي، لأن ثلثين الشعب الكويتي عاطل عن العمل. هناك مع الأسف تقديم طلبات لبيت الأسكان، حوالي متقدمين 80,000 أو 100,000 متقدم على بيت الأسكان، وهناك أراضي شاسعة موجودة في الكويت لم تتخذ البلدية ولم تتخذ الحكومة قرارات لإعطاء المواطنين قسايم. أنا أعرف وأعمل بالعقارات صار لي 40 سنة ورجل أعمال عندي، وأعرف الأراضي الموجودة بالكويت. صدقني الحلول هذه ما تتأخر شهر، ومستعد لو أكون أنا حدر قبة البرلمان سأوزع هذه الأراضي من الدولة للشعب الكويتي، ولا يكون هناك إنسان عاجز على ما يعطونا بيت 20 سنة و30 سنة. عفوا أنا عفوا المقاطعة. المرشح الدائرة الثاني محمد عيسى أبو الملح، نواب سابقون تحدثوا عن برنامجهم الانتخابي مثل ما تكلمت حضرتك، وبالتالي وصل قبة البرلمان وضاعت هموم المواطن. صدقني هذيلا كانوا رايحين إلى مصالحهم الشخصية، وأنا أرجو من الشعب الكويتي أن يبث دماء جديدة لمجلس الأمة، وروح جديدة ومعطاء جديد، عدم العبث في مجلس الأمة. من اقتحموا مجلس الأمة وعبثوا فيه دار البيت الكويتي، وهم لا يستحقون أن يوصلون مجلس الأمة. من يستحق من يوصل مجلس الأمة أن يبني التنمية للكويت، أن يحافظ على الكويت، أن يحافظ على أمنها واستقرارها. حنا اليوم في مجتمع كويتي عندنا 48 جنسية موجودة بالكويت. الناس تنظر إلى الشارع الكويتي. لماذا هذه المظاهرات؟ ما عندكم بيوت؟ ما عندكم معاشات؟ كل شيء عندكم. طالبوا بحقوقكم الشرعية، طالبوا بزيادة الرواتب، هذا من حقكم. تطالبون في جميع اللي أنتم تبونه من حقكم. أما تطلع بالشارع وتأزم الشارع وطلع الشباب إلى الشارع وأخل في أمن الكويت، وهناك فكر مع الأسف مبطن، فكر تكفيري يضرب الوحدة الوطنية ويضرب الشرعية الكويتية. فإن شاء الله نكون لهم بالمرصاد. وأنا أتمنى إن شاء الله على الشعب الكويتي أن يتوجه إلى الانتخابات ولا يقاطع الانتخابات، لأن هذا حق وطني، حق وطني مثل ما قال الشيخ حفظ الله صباح الأحمد الجابر الصباح. شنو كلمتك الأخيرة للمواطنين وأهل الكويت وأخص دائرتك؟ أنا أقول للمواطنين عليكم احترام كلمة الأمير، احترام كلمة الأمير. أعينوني
وحنا لازم نعينه. الشعب الكويتي اذا ما يعين الامير من بيعينه؟ هذه بلدنا، مسقط راسنا. توجهوا للانتخابات وانتخبوا الرجل المثالي اللي يوصل كلامكم ويوصل اهدافكم حد قبة البرلمان. ويسعدني الشرف ان اكون يوم من الايام، انا دشيت اليوم هني سجلت لابس البشت، ان شاء الله راح ادش المجلس الامه وانا لابس البشت.